السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وسعادة وراحة بال يا رب، اللهم امين. عايزاكم تصلوا على النبي كده حبايب قلبي واذكروا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده بقى جايلك بفيديو مهم جدا جدا جدا، يمكن اهم فيديو كده انزله على قناتي. النهارده ان شاء الله جايه ارتب معاكي كده باذن الله. يعني يومنا هيمشي ازاي في رمضان. هنرتب مع بعض شوية خطوات بسيطة كده، هنرتب اليوم بتاعنا ما بين الروتين بتاعنا، ما بين الأكل بتاعنا، ما بين فرض الصلاة، ما بين قراءة القرآن، ما بين الذكر والاستغفار إن شاء الله بإذن الله. وجايلك كمان عشان أقولك إزاي تعودي عيالك على الصلاة وختم القرآن بإذن الله، وانتي كمان هتعودي نفسك لو انتي كنت ما ختمتش القرآن في أي وقت خالص أو أي سنة خالص. محدش يستغرب الكلام ده يا جماعة، لان والله العظيم في ناس فعلا ما ختموش القرآن خالص في رمضان، ممكن يكونوا بيمسكوا المصحف يقروا سورة واتنين ويكسلوا وما يكملوش بقية قراءة القرآن خالص. في ناس برضو بتصلي فرض وتقطع بقية الفروض ما بتكملش برضو. فان شاء الله هنتكلم مع بعض في شوية خطوات كده بإذن الله، لو استمرتي عليها ومشيتي عليها استحالة بعد كده ان انت تقطعي فرض من فروض ربنا بإذن الله. يلا حبايب قلبي، صليتوا على النبي، حطيتوا اللايك، ربنا يصلح حالكم ويكبر بخاطركم. كل اخواتي اللي دخلوا معايا القناه جديد والناس اللي معايا قديمه، ربنا يا رب يبارك فيكم ويصلح حالكم ويكرمكم يا رب، اللهم امين. يا رب يا رب يشفي مرضاكم، يرحم موتاكم، وينول لكم كل اللي في بالكم يا رب، اللهم امين. يلا حبايب قلبي، اليوم بتاعنا النهارده جميل. روتين كده وتشجيع وحماس كده، روتين للست النشيطة. عايزة اقولك طول ما انت مشغلة جسمك كده في الروتين بتاعك اليومي، وعلى فكرة يا جماعة الحركة بركة، والله الحركة بركة. يعني اليوم اللي ما يكونش عندك شغل اوعي تفرحي فيه. الشغل دايما هو صابون الجتة. يعني مثلا لما الاقي عندي روتين غسيل اكل مش ببقى جسمي بيتنشط، لكن اليوم اللي ما عنديش اكل فيه بحس ان انا راقده زي البروطه، ولا عايزه ولا ليا نفسي اعمل اي حاجه في الدنيا خالص. خلاص انا عندي اكل، ما عنديش مواعين، ممكن تستجم مع نفسك شويه كده، بس والله جسمك بيتقل. لما تيجي تاني يوم تعملي حاجه تلاقي جسمك بيتقل. هو ممكن يكون عندي اكل من امبارح ماشي، لكن اليوم ده اكيد برضه هقوم اروق فيه نشط جسمي. اقوم اتمشى، اطلع انشر حبه غسيل، حطيت دوره غسيل في الغساله، عندي طبقين هقوم اشطفهم. برضه لازم تنشطي جسمك وتحركي جسمك كده شويه. طيب الدنيا مذاب بقى، اوفق ما بين الصلاه وقراءه القران والذكر والروتين بتاعي اليومي. بصوا بقى حبايب قلب، رمضان مواعيد الاكل فيه بتختلف شويه، تمام؟ فاحنا هنغير نشاطنا خالص في رمضان. يعني مثلا احنا عندنا هنا في الايام العاديه بنفطر في اي وقت ماشي، بنتغدى في اي وقت، بنتعشى في اي وقت، مفيش وقت معين انتي بتعملي بتاكلي فيه. رمضان مختلف شويه، تمام؟ طيب اعمل ايه يا ام زياد وانا كمان لو عيالي مثلا ما بيصلوش وانا ما بصليش؟ بصي هقولك على حاجه، احسبي كده المرات اللي فاتت او السنين اللي عدت خرجتي كم مره من رمضان من غير ما ترضي ربنا فيه؟ خرجتي وانت زعلانه من نفسك قوي قوي قوي، وحلفتي كم مره ان انت ان شاء الله السنه الجايه هتعوضي اللي انت ما عملتوش السنه دي. فانا عايزاكي تبداي معايا بقى، لان في ناس كتير دايما بتكلمني بتقول لي يا ام زيد انا مش عارفه اوفق ما بين صلاتي وما بين ان انا اعمل روتين بيتي، ما بين اكلي ما بين بحس ان اليوم معايا بيضيع وما ما بلحقش اعمل حاجه، وكمان نفسي اختم القران مش عارفه اختمه. بص يا حبيبه قلبي، خليكي معايا بس في الفيديو النهارده، وان شاء الله باذن الله هيبقى في خطوات نمشي عليها. استحاله ان انت تقطعي الصلاه، استحاله ان انت تقطعي ما تختميش القران فيه باذن الله تعالى، وهتعودي عيالك كمان ان هم يستمروا معاكي. طيب انا يا ام زياد واحده من الناس بعشق مسلسلات رمضان. انا يا ام زياد واحده من الناس دايما واقفه على رجلي طول النهار في رمضان. انا واحده من الناس يا ام زياد بقوم من النوم لازم اقعد لي على التليفون ساعه واتنين كده استجم او افوق الاول. يعني انا بقوم من النوم لازم افوق على التليفون الاول. طب عايزه اقولك على حاجه، ان انت لو عملت الحاجات دي فعلا هتضيعي يومك كله، الوقت هيجري من ايديك وهيسرقك. هتلاقي نفسك عشان تصلي الظهر، ده انت اصلا ما صليتيش، عشان تصلي مثلا هتلاقي نفسك يعني مأجله الظهر مع العصر عشان يعني هتلاقي نفسك اصلا ما فيش وقت ان انت تصلي فيه ولا تقدر فرض ربنا فيه. هتقرأي القرآن امتى وتعملي امتى؟ ما ينفعش. امال اعمل ايه؟
اول لما اصحى من النوم، يعني انا مثلا انت خلاص عملت السحور بتاعك، عملت السحور. طبعا احنا بنوضب احنا بننام ساعتين مثلا بدري شويه، ماشي، وبعد كده بنقوم للسحور نوضب السحور. وبعد السحور حضرتك بتشطبي المطبخ قبل ما تنامي، يعني مثلا بيبقى مواعين خفيفه بقى، مواعين جبنه، طبق بطاطس محمره، طبق فول. بشطب المواعين قبل ما انام، وشطب البوتاجاز، اروق المطبخ بتاعي، اصلي الفجر وبعدين ادخل انام. بحس اصلا لما بصلي الفجر بحس براحه نفسيه. عودي نفسك على كده، هتصلي الفجر قبل ما تنام. هتقومي. بصوا هنا بقى انا بعمل صينيه بطاطس، ماشي، صينيه بطاطس بالفراخ كده سريعا سريعا كده. وبعمل حله رز، عملت شويه رز بالشعريه، وعملت بقى ايه وراك كده، جايبه وراك وعملتها في صينيه بطاطس زي ما انتم شايفين كده. قطعتها حتت كده، كل واحد حته، فضل وعدل من عند ربنا، الحمد لله. انا عيالي مش بيبصوا للحته الكبيره او الحته الصغيره، انا عيالي بيبصوا ان هي اصلا تكون في مناء. يعني هم عايزين حته فرخه، حته بانيه، مش مهم كبيره ولا صغيره، المهم ان هو يكون في حاجه ياكلوها هم، يعني هم انا عيالي كده. تمام. طيب اعمل شويه رز بالشعريه، وعملت صينيه بطاطس كده بالفراخ، فضل وعدل من عند ربنا، اللهم لك الحمد. نكمل بقى الموضوع بتاعنا. خلاص يا ست الكل، احنا بقى خلاص انا اللهم صل على النبي. اما بخرج من الموضوع بنسى انا كنت واقفه عند ايه. خلاص خلصت بقى السحور بتاعي، غسلت مواعيني، شطبت مطبخي قبل ما انام. هنام بقى حضرتك، هتقومي مثلا قبل الظهر. تمام كده، خلاص انت نمتي كفايتك، اخدت كفايتك قوي من النوم. هتقومي قبل الظهر. في حاجه بقى عايزاكي تعمليها لما تصلي الفجر وخلاص ان انت ناويه داخله تنامي. طلعي الحاجه اللي انت هتعمليها تاني يوم. تمام كده. ليه بقى؟ لان انت ممكن تنامي وتتاخري شويه في النوم، ممكن تقومي بعد الظهر، فعشان تطلعي الحاجه بتاعتك تفك مش هتلحق تفك. لا، طلعي مثلا لو انت ناويه تعملي لحمه بكره، هتعملي عندك بط مثلا، عندك اسمه اللهم صل على النبي، عندك ممبار، عندك فراخ، عندك اي حاجه مجمده في التلاجة من اللي انت مفرزاهم، طلعيهم في قلب طبق كده من غير ميه ومن غير اي حاجه، وحطيها في قلب التلاجة بتاعتك من تحت. تقومي تاني يوم تبقى حاسه ان انت انجزتي اليوم بتاعك. الحمد لله. اللي هو مش لسه بقى لو انا قايمه من الظهر متاخره ولا حاجه، طب انا هصلي الظهر، طب هطلع الحاجه تفك، طب هقعد اقرا قران، طب الحاجه مش لا، تكون حاجتك مغسوله ومتنضفه في الفريزر، واطلعها الفجر قبل ما انام. تمام كده. يعني اطلع الفراخ او الحاجه اللي انا هعملها دي، هقوم تاني يوم باذن الله. قمت قبل الظهر حضرتك، خلاص انت ما وراكيش بقى افطار ولا وراكي بقى هتعملي اي حاجه. اللي هو هقوم اصلي صلاه الظهر، لو مثلا كان الظهر ده هقوم اصلي صلاه الظهر. فين عيالي؟ ادور على عيالي لسه في المدرسه ما جوش، حلو قوي، خليهم في مدرستهم. هنضف الشقه تنظيفه كده هوت من على الوش، ما انت كده عامله تنظيفات بقى حلوه. هنضف التنظيفه من على الوش كده، واروح اصلي الظهر. خلاص هيكون الظهر ده، اروح مصليه الظهر. يبقى انا كده مطلعه حاجتي من بالليل، ماشي. هطلع بقى كيس طماطم، لو مثلا عندي شويه رز كده محتاجه ان انا انقيهم، محتاجه ان انا اعمل حاجه، اطلع حاجتي اجهزها كلها على الرخامه قدامي، واروح قاعده ماسكه القران شويه كده كده. مثلا لو هتعملي شويه شوربه وشويه طبيخ مثلا وحته فرخه، الاكل ده ما بياخدش وقت، اللي هو اصلا لو دخلت المطبخ بعد العصر هتخلصي اكلك وهتنجزي يومك. المهم ان انا ما ضيعش من ايدي فرض ربنا. تمام. طيب هروح ماسكه من وقت الظهر العصر، انا خلاص نظفت الشقه، عيالي في المدرسه مش هيجوا بقى يدوروا على اكل ولا شرب ولا حاجه، وانا قاعده رايقه، الشقه نظفتها وصليت صلاه الظهر وطلعت اكل محضره في المطبخ، ما وريش اي حاجه. كل اللي انا هعمله ان انا همسك القران اقرا فيه شويه. وعودي نفسك على كده. اوعي ابدا ان انت تعملي زي السنين اللي ضاعت من عمرك قبل كده. لا خلاص، انا كل مره تخرجي زعلانه وتقولي انا ما صراحه انا زعلت قوي السنه دي، السنه الجايه هعوض. خلاص يبقى احنا متفقين على كده، وهناخد عهد بينا وما بين بعض كده ان احنا السنه دي ان شاء الله هنختم القران يا جماعه مره او 2 او 3. تمام. كل واحده برضو على حسب ما هي شوف رتبت يومها ازاي. زي ما بقول لك كده، والله هتلاقي يومك فيه بركه خالص. حكايه ان انا اقوم من النوم بقى امسك التليفون شويه عشان افوق، لا، ابعدي عن التليفون خالص. هتقولي ده احنا في رمضان ولسه بدري على الاكل ولسه بدري على الشرب. حبيبه قلبي، رمضان مش اكل وشرب بس، رمضان في عباده، في ذكر، رمضان في صلاه، في صوم، في قران، في حاجات كتير قوي غير الاكل والشرب. الاكل ده ممكن تخشيه في نص ساعه تخلصي الاكل، لكن في حاجات كتير احنا عايزين نرتب لها من دلوقتي. وعودي نفسك من دلوقتي على النظام اللي بقولك عليه ده، عشان تلاقي نفسك اتعودتي على كده. خلاص عيالي راحوا، عيالي اول لما يجوا هسألهم اول حاجة صليتوا؟ عيالك هيخشوا يصلوا، تعوديهم ان هم يخشوا يصلوا من دلوقتي.
تمام. طيب احنا بقى عندنا في رمضان مسلسلات بتغرينا بقى، مسلسل مش عارف احمد العوضي ومسلسل مين ومسلسل مين، والمسلسلات اللي بتغرينا كلنا. لو انت حتى من النوع اللي ما بتفتحيش التلفزيون بالنهار، هتلاقي عيالك بيفتحوا التلفزيون بيغروكي، تعالي يا اما شوفي ده عمل ايه، تعالي يا اما شوفي. لا، التلفزيون ما يتفتحش بالنهار. حاولي على قد ما تقدري التلفزيون لو اتفتح بالنهار يتفتح على القرآن بس، وتعودي عيالك على كده، ان انتوا عندكم بالنهار عندكم روتين هتعملوه بالنهار، زي ما انا عندي روتين. انت حضرتك عندك روتين غسيل، روتين اكل، روتين قراءة قرآن، الصلاة بتاعك. عيالك برضو عندهم روتين يومي لازم يعملوه. هتعوديهم ان هم يمسكوا المصحف يقرأوا فيه، ان هم يقضوا فرض ربنا، ان هم يذكروا الله، ان هم يستغفروا الله. زي ما انت عندك روتين هم عندهم روتين. عودي عيالك على كده واحده واحده، مش هقول لك مره واحده، لا واحده عوديهم من دلوقتي. عودي عيالك من دلوقتي، هم ما بيصلوش خالص، عوديهم ان هم النهارده هيصلوا الظهر، بكره هيصلوا الظهر والعصر، بعد بكره هيصلوا الثلاث فروض. عوديهم ان هم خلاص انت مش هتصلي كل الفروض مره واحده النهارده، فاهماني؟ تقومي هتلاقي نفسك هم اصلا اتعودوا على كده، فاهماني؟ طيب انا خلاص زي ما بقول لك كده، صليت الظهر، طلعت الحاجه بتاعتي اللي مطلعاها من بالليل او من الفجر، روقت شقتي، خلاص انا كده مية مية. هقعد اقرا قران لغايه العصر. هاجي من اول العصر كده هبدا ادخل المطبخ بقى. تمام. هطلع مثلا العصير انت كده كام طلع العصير من الفريزر زي ما قلت لك، هطلع كيس العصير بتاعي. طيب لو مثلا ببل تمر، لو بعمل تمر، التمر حضرتك ممكن تعمليه من بالليل، من بالليل تقطعيه. يعني مثلا لو انت جايبه كميه تمر حلوه، اقعدي انت وعيالك من دلوقتي، تمر انت بتبلي في رمضان، اقعدي انت وعيالك من دلوقتي ابداوا فصصوه وعينيه في اكياس وفي التلاجة. هتيجي كل يوم اول لما تصحي من النوم هتروحي مطلعه الحبه بتوعك نقعاهم. شوفي بقى انت بتعمليه بلبن، بتعمليه بميه، هتعملي زي ما تعمليه، انقعيه وهتغلي اللبن وتحطيه عليه ساعه المغرب. تمام كده، تلاقي نفسك اليوم بتاعك فيه بركه. انت كمان لحد التمر انت مجهزاه عشان يبقى عندي وقت يا جماعه، عشان يبقى عندي وقت، مش كل الوقت اضيعه في الاكل والشرب والعصير. طيب العصير بتاعي زي ما قلت لك هتطلعيه برده من بدري يفك، سواء جوافه، سواء فراوله، سواء بقى مانجا، اي حاجه. هتيجي مثلا قبل المغرب بشويه هضربها في الخلاط وتحطيها، ما تحطهاش في التلاجة بقى ان الجو ساقع. هتخش العصر هتعملي الاكل بتاعك، خلاص كده. طيب العصر بتاعي ادن، هخلص هعلق على الاكل بتاعي واخش اصلي العصر في ساعتها كده. ما ضيعش ده، ما خليش العصر مع المغرب مع الظهر، لنفسي اصلا مخنوقه مش هعرف اصلي ده كله. مش هتلاقي نفسك مش حابه الموضوع، لكن اما اصلي الفرض بفرضه، كل فرد في ميعاده كده، هتلاقي نفسك ما شاء الله حابه الموضوع. انا كنت كده يا جماعه، انا كنت واحده من الناس كده، ما كنت بعيده عن ربنا، ما كنتش بصلي، ما كنتش مواظبه على الصلاه خالص. الحمد لله اما ابتديت ان انا امشي بالطرق اللي بقول لك عليها دي، وقسمت اليوم بتاعي كده، الحمد لله اللهم لك الحمد. عملت الاكل بتاعي خلاص، علقت على الاكل بتاعي، هروح بقى ماسكه حبه المواعين بعد ما عملت الاكل وكده، والاكل بتاعي جاهز خلاص. هروح بقى اقعد كده اهوت واريح نفسي شويه. اول خلاص انت بتخلصي، يعني انت معلقه على الاكل او بتخلصي الاكل والقران بيبدا، هتبداي تجهزي اطباقك وتجهزي حاجتك. هتاكلي، هتقومي حضرتك طبعا هتصلي المغرب، ماشي. بعد صلاه المغرب هتروحي عامله ايه؟ هتروحي غاسله المواعين بتاعتك. تمام كده، تروحي غسل زي ما احنا بنعمل كلنا، هنروح غاسلين المواعين بتاعتنا، هنروح شاربين كوبايه شاي. خلاص انا عندي وقت كبير لغايه السحور. هعمل ايه؟ هقعد تاني امسك القران، قرأت مثلا 10 صفح الصبح، من الصبح للظهر. هقرأ كمان مثلا بتاع 10 صفح بالليل، او مثلا شوفي انت هتقرأ قد ايه. هتقعدي عيالك جنب منك نفس النظام، اعملي لهم وقت ان هم يذاكروا فيه، وقت ان هم يقرأوا القرآن فيه، برضك نظمي لهم اليوم بتاعهم وعوديهم معاكي ان انت اول ما تمسكي المصحف هتجيبهم يقعدوا معاكي ويمسكوا المصحف. تمام، مفيش عيل قولي لهم كده. طب عشان برضو العيال ما تزهقش وما تتخنقش، طب يا ماما واحنا مش هنفتح التلفزيون شويه؟ برضو ما تمنعهمش خالص. بص يا حبيبي، انت طول النهار قضيت فرض ربنا، اللهم صل على النبي، صليت وقضيت فروضك، خلاص لك ساعه بالليل هتقعد تتفرج على التلفزيون، هتتفرجوا على المسلسل اللي انتوا عاوزينه. برضو ما تمنعهمش مره واحده. تمام. طيب هنيجي بقى ان خلاص شربنا كوبايه شاي، غسلنا المواعين، شطبنا المطبخ بتاعنا تشطيب. انت كده كده طول ما انت واقفه في المطبخ قبل الفطار بتغسلي مواعين، بعد الفطار بتغسلي مواعين عشان ما تقاوميش المواعين. هتيجي بقى تقراي قران، خلاص كده مثلا لغايه الساعه كام؟ لغايه مثلا الساعه 10، لغايه الساعه 11، على حسب ما انت حابه بقى.
هتخش بقى حضرتك مثلا عايزه تنامي، هتنامي وتقومي ساعه السحور، وهلا مجرة على نفس النظام. لو قمتي بدري قبل السحور شويه، قومي وضبي الحاجات اللي انت هتجهزيها مثلا، وشوفي هما بيسحروا امتى، واقعدي امسكي لك صفحتين كمان في المصحف اقرايهم. لو انت مشيتي بالنظام ده كل يوم، والله العظيم هتلاقي نفسك بتختمي القرآن بتاعك ده اهو في اسبوع، المصحف بتاعك بتختميه في اسبوع. وعايزه اقول لك، طول ما انت قاعده بتنضفي خضار، بتنشري غسيل، ماشيه في الشارع رايحه تجيبي طلبات، قبل ما تخشي تنامي، واقفه على الغساله، بتنضفي الشقه، الذكر والصلاه على النبي ما تتقطعش من لسانك. حاولي تكتري قوي قوي من الذكر والصلاه على النبي على قد ما تقدري. والله زي ما بقولك كده هتفرق معاكي، هتخلي يومك فيه بركة، هتخلي حياتك فيها رضا، هتخليكي راضية، هتخليكي يعني تحبي اكتر الصلاة، هتحبي اكتر التدين، هتحبي اكتر ان انت ترضي ربنا. هتلاقي نفسك مسامحة من جوه. يا رب يكون فكرة الفيديو او يكون الفيديو بتاعنا عجبكم النهاردة، واشوفكم على خير في حفظ الله، مع الف سلامة. اتمنى منكم اللي وصل لغاية هنا يصلي على النبي وحط اللايك واشترك في القناة عشان ننزل لكم حاجات. ولو عايزين افكار من دي كتير برضو، ازاي ننظم يومنا برضو، وازاي نعمل روتين، وازاي نقرب من ربنا اكتر، والكلام ده كله قولي لي اكتبي لي في التعليقات، وان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديوهات حلوه قوي قوي قوي. هنتعود كده مع بعض باذن الله على كل حاجه حلوه. اوعي تضيعي وقت تاني في رمضان من غير ما تقراي القران، من غير ما تصلي. الصلاه في اي وقت، قراءه القران في اي وقت، بس رمضان ده بيعلمنا ان احنا نقرب اكتر، ان احنا ننتظم اكتر، ان احنا نتعود اكتر. واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.